التأسيس في العربي لكي جي 1. أنا ابني دلوقتي يا مس إيمان 3 سنوات ونصف. ابنك المفروض في كي جي 1 ياخد إيه في العربي من 3 سنوات ونص ل5 سنوات. كل أم لازم تتابع معايا الفيديو ده عشان هقول لها على خطوات مهمة تعرفها لابنها اللي لسه بادئ هيدخل حضانة ولا هياخد إيه بالظبط 3 سنوات ونص، وتبدأي كمان معاه في البيت إزاي. تابعوني على صفحة الفيسبوك مس إيمان أسس صح. تعالي ناخد أول خطوة كده اللي هو منهج التأسيس في العربي كي جي 1. بص يا حبيب قلبي، أول حاجة ابنك هياخدها في كي جي 1 أول خطوة هتعمليها الشكلات. إيه بقى الشكلات دي يا مس إيمان؟ الشكلات دي يا حبيبة قلبي اللي هي بالظبط نقط يمشي عليها بالشكل ده كده. يلا حبيبي امشي على الخط ده كده اهو. بصوا اهو ودي بالظبط مدتها اسبوعين بالظبط. تقعدي تدربي ابنك على الشكلات كده. يلا حبيبي اكتب كده واكتب كده واعمل كده. هو مثلا انت عامله الحاجات دي، هو هيبدا يلا حبيبي انزل عليها كده. انزل مره هتلاقيه يعمل لك كده ويعمل لك كده، لا انزلي عادي بالراحه عليه واصبري. انزلي كده اهو انزلي اهو. ينزل يا حبيبي، مره تمسكي ايده ومره تسيبي ايده. دي انا بسميها، انا كميس ايمان بسميها الشكلات او الزراعات، لانها دي بدايه نمو طفلك. فانت اياكي تبداي على طول بالالف بقى مره واحده، اياكي، لا انا مش عايزه كده. انا عايزه الاول الشكلات. هتنزل على النقط كده بالشكل ده. هعمل له نقط في اول اسبوع، تاني اسبوع بقى ابدا اكتب له كده وهو يمشي على الخط، يمشي على الخط نفسه، يمشي على الخط كده، على الخط نفسه كده بالشكل ده. دي اسمها الشكلات. ابني ما شاء الله بدأ يمسك القلم وايده بقى تقلت خلاص. يبقى نعمل ايه؟ نبدأ له بالمرحلة التانية اللي هي ايه؟ خشي بقى يا حبيبي على الحروف. هناخد هنا الحروف اللي هي جاء من اول الالف لحد الياء. وخلي بالك انت لما تيجي لابن الالف حرف الالف مش هتديه برضو مرة واحدة كده، لا مش مرة واحدة، لا ده انا هعمل ايه؟ بص، هنعمل عصاية شرطة دايرة مدورة كده وابني ينزل بها كذا مرة، وهتلاقوني كاتبالكم الاتجاهات الصحيحة لكل حرف من الحروف في قلب القناة هنا. خلاص هننزل عصاية كده شرطة نايمة، واطلع بالخد بتاعها كده في كذا طريقة. ده حرف الألف. خلصنا الحروف من أول الياء، من أول الألف إلى الياء. والله يكرمك ركزي، لازم تقفي على السطر والخط يبقى نظيف. ولو ابنك نزل عن السطر امسكي الأستيكة وامسحي. طيب خلصنا المرحلة الأولى يا مس إيمان الحمد لله، الحروف خلصناها. ندخل على إيه؟ وده السؤال اللي الأمهات بتقولي بعد ما خلصنا الحروف ناخد إيه؟ أنا هجاوبك دلوقتي حالا هتاخدي إيه؟ يلا معايا. المرحلة التانية اللي هناخدها الأحرف اللثوية. والأحرف اللثوية دي يا ولاد لازم نعملها في قصة كده أو حكاية. إن هما 3 أحرف اللي هو حرف الثاء وحرف الذال وحرف الظاء. ده يا ولاد بنطلع فيهم لساننا. حروف لازم ناخدها ومهمة جدا جدا في الإملاء. وبحاول إن أرسم وشي كده ومطلع طرف لسانه عشان يثبت عند ابني. بطلع وشي كده مطلع طرف ايه؟ لسانه عشان يثبت عند مين؟ عند ابني. بصي يا حبيبي الوش ده مطلع لسانه ازاي؟ طبعا انا هنا ما بطلعش لساني لابني، لا انا بطلع طرف لساني واحطه بين اسناني واقول له ايه؟ الاحرف اللثويه 3 يا بدويه. الاحرف اللثويه 3 يا بدويه. الثاء والذال والظاء، الثاء والذال والظاء بين اسناني واقفين، ث ذا ظا. دي مهمة جدا جدا في القراءة. طب يا مس إيمان بتاخد قد إيه أو مدتها قد إيه؟ مدتها بالظبط بتكون، أنت لو بتدي حصتين في الأسبوع يبقى 8 حصص في الشهر، هتديها بالظبط في 4 حصص. يعني هتاخد منك نص شهر في 4 حصص مع الحروف بتاعتنا والتمارين الكتيرة. طب خلصنا يا مس الأحرف اللثوية، نخش على إيه بعد كده؟ تعالي أقول لك المرحلة الثالثة. المرحلة التالتة دي يا ولاد مهمة جدا جدا جدا، لأن ولادنا بيغلطوا فيها قوي، وهي الحروف الرافصة أو الأحرف الرافصة. ودي الصح، الأحرف الرافصة. ماشي، في ناس بتقول عليها رافصة، وفي ناس بتقول شقية، وفي ناس بتقول عضاضة، وفي ناس بتقول قطع، وفي ناس بتقول شكاكة. كل ده ينفع، كل ده ليه معنى واحد. الرافصة هي الشقية، هي القطع، هي العضاضة. لازم تعرفي هنا لابنك ان هم يا حبيبي 6 أحرف.
مين هم يا ماما؟ كل 2 اخوات ماشيين، ألف واو. زي الدنيا منورين، دال زال. شاطرين قوي وأمورين، راء زاي. 6 حروف شقية، ألف واو دال زال راء زاي. وابنك بيحفظهم، بتاخدي أول 3 أحرف أول 3 حصص، يعني كل حصة بتاخدي حرف مع مراجعة على اللثوية والحروف. تاني حصة 3 أحرف مع مراجعة على اللثوية والحروف. طب ابني بقى خلصهم ال6 هم في حصتين، مع ان خلي بالك حصتين ده قليل جدا، المفروض ان كل 3 أحرف ياخدوا حصتين. يعني انت معاكي 4 حصص، المدة بتاعتك 4 حصص في الحروف في القطع. خلي بالك مع مين؟ مع الحروف اللثوية ومع الأحرف بتاعتنا من الألف للياء. انت كده لميتي المنهج كله اهو، لميتي المنهج كله مع تمارين كتيرة قوي قوي قوي. خلاص. طيب نخش بعدها على المرحلة الايه؟ المرحلة الرابعة. ايه هي يا مس ايمان المرحلة الرابعة بقى؟ هتاخدي الحروف المفخمة، اللي هي مين يا مس ايمان؟ اللي هي مجمعة في كلمة خص ضغط قز. خصة الخاء والصاد، دي حروف مفخمة. ضغط الضاد والغين والطاء. قز القاف والظاء. دي يا ولاد بنقول لولادنا انها حروف مفخمة، يعني لازم افخم بقي وانا بنطقها ظاء. وكمان خلي بالك ابنك لو عرف الحروف دي كويس هيبدأ يفرق بين الصاد والسين والساء، بين الطاء والتاء، بين الظاء والذاي. فلازما ابنك ياخدها، لازما ابنك يتعلمها الحروف المفخمة. يبقى أول حاجة خدنا الأحرف، بعدها اللثوية، بعدها العضادة أو الشقية أو القطعة أو الرافصة، وبعدها الأحرف المفخمة. طيب وبعدين يا مس إيمان خلصنا الأحرف المفخمة هناخد إيه؟ أنا هقولك هتعدي على المرحلة الخامسة، اللي هي الفرق بين الأحرف المتشابهة، اللي هي هتفرقي له بين ده حرف إيه باء، وده إيه تاء، وده إيه ثاء. ها ده إيه؟ حاء، جيم، حاء، خاء. انا بس عشان عامله الفيديو مش عارفه اكتب قوي. طيب الدال والزال والراء والزاي، لازم تفرقي، ابنك يفرق بين الاحرف اللي شبه بعضها. ها يلا يا حبيبي، ده حرف ايه ساء، وده تاء، وده باء، وده ايه تاء، وهكذا. يلا يا قلبي، ده ايه خاء، ها جيم، ها حاء. وتلخبطي وتملي كتير جدا. لازما ابنك يفرق بين الحروف المتشابهه في الكتابه والحروف المتشابهه في النطق. يعني يقول لي يا حبيبي ده حرف ايه التاء، طب وده الطاء. ها ده حرف ايه الزال، وده الزاي. لازما ابنك في المرحله الخامسه دي يعرف يفرق بين الحروف المتشابهه. وعايزه اقول لك انك انت كأم ما تطلعيش من حاجه الا لما ابنك يكون عارفها 100%، مش 80 ولا 90 حتى ولا 95، لا، يكون ابنك عارفها كويس قوي، بحيث انه يخش على كي جي 2 تبقى الدنيا معاه زي الفل. خلاص. خلصنا الأحرف، دخلنا على حروف اللثوية، دخلنا على الرافصة، دخلنا على المفخم. ندخل بقى على مين؟ على الحروف المتشابهة. خلصنا المتشابه، نخش على المرحلة السادسة اللي هي مين؟ أشكال بعض الحروف. وخلي بالك في الأشكال دي عشان دي أهم مرحلة في تأسيس ابنك، اللي هي إيه يا مس إيمان؟ اللي هي فساتين الهاء. أبدأ دايما بالحروف الصعبة، الهاء في أول الكلام وفي وسط الكلام وفي آخر الكلام. أبدأ بحرف اللام، اللام في أول وفي الوسط وفي الآخر. أبدأ بالنون، بالحاجات اللي ابني بيغلط فيها، بحرف النون في الأول وفي الوسط وفي الآخر، وهكذا. الألف والباء دي سهلة، فأنا عايزة الحاجات الصعبة. الهاء، فساتين الهاء في الأول وفي الوسط وفي الآخر وواقف لوحده. خلاص كل ده المفروض يكون معانا. دي المرحلة السادسة اللي المفروض ابنك يكون هاضمها جدا. ناخد مثلا حرف الباء في الأول وفي الوسط وفي الآخر وهكذا. صدقيني المرحلة دي لو ابنك عرفها كويس ما شاء الله هتلاقيه زي الفل. طب يا مس إيمان مدتها قد إيه؟ لا دي بقى ملهاش مدة، دي بتاخد وقت طويل شوية، بتاع حوالي 2.5 شهرين ونص. انت شغالة مع ابنك في أشكال بعض الحروف بس، يعني تديله أشكال بس؟ لا، انت هتدي كل يوم شكل مع اللثوي والمفخم والحركات بالفتح. خلاص والحروف الرافصة. طب خلصنا المرحلة السادسة يا مس إيمان، هنخش على إيه؟ على المرحلة السابعة. هنخش بقى على البداية الجميلة والدروس الجميلة وبداية الإملاء والقراءة. حروف بحركة الفتح.
حروف بحركة الفتح، واحكي بقى القصة الجميلة إن الحروف حرف الألف والباء والتاء بس والثاء بس، هتديهم كده بس. كانوا ماشيين وأسف وقعوا في حفرة، الألف والباء والتاء والثاء وقعوا في حفرة، وربنا كرمهم وطلعوا تاني، لكنهم طلعوا مجروحين، وهم واقفين وقعت على راسهم طوبة، فقالوا أيش، قالوا أي. قلنا لهم لا ما تقولوش أي، قولوا قولوا خلاص. بحكي القصة دي أو بحكي أي قصة تانية عادي خالص أنت تحبيها وابنك يحبها، وأبدأ بحروف حركة الفتح. قبل ما أبدأ الفتح بدي مراجعة سريعة على الألف والباء، بقول له يلا يا حبيبي ده حرف إيه؟ هيقول لك يا ماما ده حرف الألف، أقول له برافو عليك جميل، يلا لو حطينا فوق راسه فتحة اللي وقعت على الحفرة دي وقع على راسها طوبة نقول إيه؟ نقول هنا بقى هتفرقي له بين ده اسمه ألف لكن صوته ده اسمه باء لكن صوته باء، ده اسمه تاء لكن صوته تاء، ده اسمه ثاء لكن صوته ساء. خلي بالكم هنقف لحد هنا كده، لحد هنا ما تديش الحروف كلها. ابنك ما شاء الله هضم كويس الحروف دي وخد وصل واختار وضعضع وعرف ينطق كمان، بس ابدا بقى اخد الجيم لحد السين. المرحله الثانيه هاخد من حرف الجيم لحد السين، من السين يبقى اخد من السين لحد الياء، وهكذا بتاخديها مراحل، لان حركه الفتح دي البوابه بتاعه التأسيس. اقول كده دايما حركه الفتح بوابه التأسيس، فكل ما أسس طريقة صح وفتح البوابة صح يبقى الدنيا قدامه هيفتح المدينة كلها ويبقى أحسن بطل في الدنيا. يا رب يساعدكم في أولادكم ويكونوا يعني زي ما تلاقوهم يا رب العالمين، وزي ما تكونوا عايزين إن شاء الله هيكونوا، ربنا يساعدكم فيهم كلهم يا رب. حبايب قلبي ولاد بتوع التأسيس، طبعا اتمنى بقى ان الفيديو يعجبكم. قبل ما نخش على المرحله الثامنه اتمنى اللايك والشير والكومنت بقى الجميل والاشتراك في القناه، عشان انا عارفه ان انا مش هعلى الا بيكم، وقناتي مش هترتفع الا بيكم. اخر مرحله حركه الكسر، خضمنا الفتح وخدنا جمل وكلمات ثنائيه. وخلي بالكم في الفتح هنا كده باخد الكلمات بالفتح، وخلصت الكلمات بالفتح بخش على ثنائي اللي هم حرفين مع بعضيهم ثنائي وبعدين ثلاثي، ثنائي وبعدين ثلاثي، وهكذا. خدت ثنائي وابني حفظ كويس واتملى كويس وقرأ كويس، نخش بقى على الثلاثي. سارابا، اقرأ بسرعة يا حبيبي، اقرأ يا بابا. ودايما اقول لولادي عجلوا، امشوا بالعجلة وراكم في الحركات بالفتح بالذات في القراءة، امشوا وراهم بالعجلة. عارفين يعني ايه بالعجلة؟ يعني بسرعة، بسرعة اقرأ، سارة بسرعة اقرأ بسرعة، سارابا بسرعة يا ولد، عادة اسرع يا حبيبي، عادابة، وهكذا. اكربيه، عارفه يعني اكربيه؟ عشان يبقى طالع ما شاء الله كده برافنت في القراءه. خلصنا الفتح وخدنا جمل بالفتح وكلمات بالفتح وكلمات ثنائيه وثلاثيه وجمل وتملينا وابنك هضم كويس جدا. اخر حاجه هناخدها اللي هي المرحله الثامنه، الحروف بحركه الكسر. زي ما عملت في الفتح هناخد الاول الحروف ونقسمها. خلي بالكم الفتح بياخد 2.5 شهر والكسر برضه هياخد 1.5 شهر. خلاص ده اذا كان ابنك يعني لو مستواه كويس، لو لسه ماشي في البطيء يبقى اقل حاجه 3 اشهر. خدنا الكسر وخدنا الحروف وخدنا ثنائي وخدنا كمان سي، بس اقفي بقى. شكرا كده منهج KG1 خلص، واستنونا ان شاء الله في حركه الضم في KG2. وبقى خلصنا المنهج وقلنا الحمد لله رب العالمين، ختام السنه خلصت خلاص. واستنوا بقى في منهج KG2. لو عايزين منهج KG2 هتعلق لي بس بحرف الكاف وانا هنزل لك المنهج على طول باذن الله تعالى. خلاص، اتمنى اكون استفدت يا رب العالمين، واولادي حبايب قلبي استفادوا، وكل كانت محتاره في السؤال ده. انا عايزه اقول لك ان انا اهو السؤال اهو والمرحله قدامكم، عملت لكم كلها في 8 مراحل بالظبط. ابنك هيعمل ايه في KG. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اتمنى الاشتراك في القناه واللايك والشير. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تابعونا على صفحة الفيسبوك مس إيمان بس الصح، مستنياكم. ربنا يسعدني ويسعدكم يا رب العالمين، ويحسن ما بين إيدينا كلنا يا رب العالمين.